طوكيو عاملين نظام ان كل عيله بيدوها على كل طفل مليون ين. ما تفتكرش المليون ين ده حاجه، رقم قليل. مليون ين ده يعني الحاجات هناك عندهم $6500 بالكام الف عادي. بالظبط. $6500 على كل طفل، مقابل ان انت تمشي من طوكيو وتروحي مدن تانية شهريا. لا مش شهرين، هي مرة واحدة؟ امال يعني ولا ايه ده؟ ممكن يديكي ارض مجانا، يديكي بيت مجانا، مش عارف ايه الكلام ده كله. لو انت عايشه في بلد وقالوا لك امشي من المكان اللي انت فيه ده وروحي مكان تاني وهنديكي المبلغ ده، وممكن يدوكي ارض مجانا لو عجبني المكان. طب هو يعني هنا في حاله اليابان الناس معترضه اصلا عشان خاطر الاماكن اللي بيودوها لهم ما فيهاش اي بنيه تحتيه، ما فيهاش مدارس، ما فيهاش فرصه ان انت تلاقي شغل او كده. انا هشوف مثلا لو المكان ده مثلا ما فيهوش مدارس، ما فيهوش حاجه، بس انا مثلا معايا عربيه واقرب مدرسه مثلا يعني على بعد نص ساعه، عادي ما فيش مشكله. وفي نفس الوقت اشوف المكان ده مثلا ايه المميزات بتاعته، هل المكان ده ما هو حلو، المكان واسع، المكان فيه طبيعه، مريح نفسيا، عادي. انا بصراحه ما وافقش. ما توافقش؟ لا ما اروحش حتى لو المكان حلو. المكان بسيط، هما مجرد ان الدوله دي او المكان ده عايز يحل مشكلته على حسابي مثلا، لا مش هروح. لما تخلي المكان كله كامل متكامل بمدارسه، بان انا ممكن الاقي فرصه شغل، لان في الاخر مثلا انت شغلك هيبقى في مكان، ان كل البلاد كده دايما في محافظه او كل محافظه فيها سنتر معين هو اللي فيه كل الشغل كله. ايوه فانا اللي يوديني بعيد، حتى ما انت هتديني فلوس، ما فلوس هتخلص او اي حاجه. هو بيقول لك ممكن يديكي فلوس تعملي ستارت اب او ممكن تعملي، بس مش كده برضه ستارت اب في مكان بعيد، ما هو برضه متعب بصراحه. لو المكان معزول تماما يعني ولا هعرف اشتغل. بصي مش معزول تماما. انا بالنسبه لي عامه ان انا ابعد من السنتر لمكان تاني مش موافق انا على الكلام ده الصراحه. طب خليك انت، انا اروح انا اقعد في مكان هادي كده روح انت اقعدي في المكان الهادي وانا اقعد اطحن واشتغل ويطلع عيني، وانت تقعدي في المكان الهادي. صح، اشتغل ريموت. حلو ده، يا ريت الشركات كلها ده اجباري، يبقى الناس كلها ريموت، ويبقى اللي مش اجباري والله فكره تصدقي، مش اللي هي قطم رقب اصله اللي هو ايه يلا دلوقتي ده مكان احلى وبتاع. لا، انت بتعمل هي مش مميزات هنا ومميزات هنا. لكن لو انا مثلا راضيه تماما بمكاني ومبسوطه وعاجبني ومرتاحه فيه طب ما هوافق ليه؟ لكن لو انا بقى اصلا مكاني اللي انا فيه مش راضيه عنه قوي او مش عاجبني قوي، تمام عادي هفكر، هروح حتى على الاقل اشوف. انا شايف اروح اجرب. الناس اللي هتروح هناك هي الناس اللي مش لاقيه، يعني ما عندهاش فرصه قوي في المكان اللي هي فيه. ممكن يعني عنده اطفال، عنده 3 اطفال ولا حاجه، لو اخد على كل طفل فيهم $6500 وراح قعد بيهم في حته بعيده، هو مثلا ما عندوش شغل او الشغل اصلا مش بيوفر له يعني مرتب كويس، وهم هيوفروا له بيت، هيوفروا له ستارت اب او اي حاجه من الحاجات دي، اروح طبعا. لكن غير كده ما اروحش الصراحه. ما هو من الاخر هي حسبة بقى ايه مميزات. ايه حسبة بورما؟ بقول لك دي هي حسبة بورما. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بقى بتحسب مميزات هنا ومميزات هنا وتشوف